قال لي إذا صار لك فترة عندك بلوك قراءة أخذ. هلا صباح الخير أو مساء الخير، شو وقت تشوفون الفيديو. شلونكم؟ شعرة بتكونون بخير. اليوم راح أخذكم جولة رايحة بيها لمعرض العراق الدولي للكتاب. بس إذا تشوفون الدنيا مغيمة أو الإضاءة ظلمة، لأنه الجو كلش مغيم، وساعات تصير مغيمة وساعات ترجع الشمس. وشوفكم الأجواء أكيد هناك، فأشوفكم هناك. وصلنا أخيرا المعرض. مشي هواي لي جوا، بس الحلو بالموضوع انه الجو كلش حلو، يعني كلش حلو الجو اليوم، على اساس يكون اكو مطر كلش عالي كلش هواية وهيج، بس الى الان ماكو شي. وهذا يعني الحمد لله والشكر انه ماكو مطر حتى مثل لاص علينا، فحتى نروح نكمل الجولة جوا، وما اعرف شنو حنلقى. وان شاء الله تكون اكو دور نشر لطيفة، حتى ان شاء الله اشوفكم شنو اللي موجود هناك والفعاليات الحلوة. هنا برا حتلقون اكو دوري الاكشاك، اكو هواية اشياء، اكو كتب. طبعا شنو اعتقد اكو هواية من عندهم مو موجودين او بعدهم مو فاتحين، راح ناخذ فترة حتى نشوف شنو دور النشر اللي موجودة، وبعدها حتى نبدي نشوف كتبنا اللي راح ناخذهم شنو. دار الرافدين دائما يخبلون اصلا اللي يكونون موجودين، كتبهم كلها حلوة، اصداراتهم كلها حلوة، والترجمة مالتهم. بس أنا اليوم كان لي كلش فترة طويلة أنا ما ماخذة هواية كتب وشغلات. ف شوفوا، عن فكرة نسيت أقول لكم إنه أكو دائما هاي لازم أخذها. شوفوا، هي بالسنة إحنا عندنا كل سنة أكو معرضين كتاب، واحد بغداد واحد العراق. معرض بغداد دائما يصير بيه اكو حتى الاماكن مال شنو اسمها القاعات تكون هواية، ودور النشر اكثر. العراق اعتقد يمكن هسه بس قاعة واحدة كبيرة مسويه، بس هم راح نبقى نشوف شنو اكو يبقى، يعني شي احنا ما نقدر لازم نجي يعني.
أمازون أني كلش أحبهم، كل كتبهم إصداراتهم أجنبية، ويخلصون الكتب اللي هي تكون أصلية أصلا. هذا زوربا، بس أني ما قاريت هالعلم. جورج أورويل. هواية يكون إصدارات عندهم طبعا. أعتقد عندهم توصيل لأنهم بأريبيل أعتقد. إصدارات أليف شفق. بس عندهم كمية كلش حلوة من الكتب، إيراد هسه أشوفهم. باي ذا واي، أشياء العلمية هم كلش عندهم كتب علمية موجودة، يعني الفيلد الطبي وهيجي كلش راح تلقون عندهم فد خيارات كلش حلوة صراحة، يعني كلش راح يفيدكم. لاتس جماعة التحليلات. صديقتي كلش فرحانة أخذت كتابها. أخيرا. إيش قد صار لي أدور عليه. أخيرا. على فكرة أنا حاليا عملية البحث جارية عن القهوة. أريد أي كافيه حاليا. لازم كافيه القهوة. فخلينا نشوف منو أكو. المفروض هو كل مرة دائما يكونون جراندرز موجودين. إن شاء الله يكونون موجودين صراحة. وإلى الآن ما أعرف بعدني ما لقيت عصير الكتب. جرير ماكو. حتى نشوف شنو عندهم كتب. أنا صار فترة كلش طويلة أبد ما قارية كتب، فكلش ضايجة صراحة. يعني الكتب اللي عندي أنا كلهم خلصتهم. وما عندي شي جديد. هنا أعتقد أكو فعالية لطيفة. هذا الصوت اللي كان يضوجني قبل شوية. لا هنا أنا هسه صارت غير فعالية صراحة، كانت قبل أطفال صغار. تعمل صوت. واعلم بأن الله بالغ أمره. لا تستغرب، لا تستغرب فتسأل في معنى البحر. جاد وين احمد؟ احمد سجاد احمد. وعندنا بعدها الصبح يعني الساعة 11 ما أصلا يفتحون بالعشرة، فما تحسون أكو ازدحام. بس هاي الجهة ما أعرف شنو بيها.
هذا الكتاب كلش كلش حلو، كلش أنصحكم به، حرفيا يجنن. عندي إياه قاريته وأنا حاخذ هذا. وشنو بعد قارية؟ صباح بالرحيل هم كلش حلو. قوة الآن هم كلش كلش لطيف. شنو بعد قاريته؟ شوف هذا الثيتا هيلينج أخذته بس ما كملته صراحة، يعني ما حسيته أوكي مع البيانو. هواي حتلقون أشياء مع الأطفال، كتب وقصص حلوين. قعدنا هنا بقهوة وكتاب، طلبنا قهوة وأشياء ناكلها ودنا ننتظر طبعا الأشياء تجي. أنا أخذتها وقاعدين نرتاح شوية وبعدين منين نرجع نكمل مرة ثانية. طبعا شنو كملنا شربنا قهوتنا وهسه ايش راح نسوي؟ راح نروح نطلع، لانه اصلا المعرض هذا اللي ورا او المسرح اللي خالي صراحه شويه صار كل شويه اكو ازعاج، فراح نطلع. ما اعرف اذا اكو برا مطر او لا، بشكل الجو بعده لطيف. بس اي بس ما يجون سلمون على بدأت طبعا بلشت تمطر، طلعنا نقعد برا، شو كنا راح نرجع نتجوى من المطر. كالحبابين نسمع صوت دول اللي قاعدين يصيحون. الجو كله صار حلو. جينا أصير الكتب. دكتور يوسف فضل الكتب مالته. هذا أعتقد الكتاب الجديد مالته. هذا إذا تصير لكم فرصة أخذوه. حبيبي يوسف بارك الله يوسف. أصير الكتب دائما إصداراتهم الترجمة مالتهم تجنن.
اخذ هذا طبعا اني مال دكتور يوسف، عندي لي 3 كتب مالته، وبقى عندي هذا. سوينا اشترينا واخيرا، ويعني والعدد الاكبر منه آية. العدد الاكبر اللي اخذناه هو كان من عصير الكتب، يعني عندهم خيارات كلش حلوة، ونصحني هم بعدة روايات شوي بيها سسبنس اشياء غموض، ويعني قال لي كلش حتحبيها. فراح نشوف ان شاء الله هسه ارجع اشوفكم العناوين اللي اخذتهم واشوف اذا حتكون حلوة او لا، لان كان المفروض اسوي سيرش، بس انا هيجي اخذت الكتب صراحة يعني لاول مرة، لانه صار لي تقريبا يمكن 2 سنين انا كل شيء قارية. احنا هسه كملت الجولة واخيرا اخذنا الغنائم. راح نروح المطعم بس ما مفكرين حاليا يعني، بس على الاغلب بدنا نرجح نروح الافوكا، بس بعد نشوف اذا راح نروح له او لا. طبعا شنو قررنا ايش سوينا؟ احنا جبنا من صاج رغيف اكل، وراح نقعد هنا بالحديقه والمعرض، راح ناكل بدل ما نروح لغير مكان شايلين كوما كتب ونظل نشيلهم ونتمشى بيهم. فقلنا نقعد هنا ناكل ومعرض بعدين شو نسوي يعني. خلينا غراضنا سلطتنا والصاج، قاعدين هنا قاعدة كلش حلوة، لا لقينا مصطبة ولا لقينا كراسي، والحمد لله ما لقيناهم، لان هيك القعدة كلش هواية احلى. ان شاء الله يبقى الجو مغيم، الجو اليوم كلش حلو. كملنا اكيد الاكل، وهسه اجا وقت الشاي ويا هالقعدة هاي اللي تجنن، والجو كلش حلو، والدنيا حرفيا ما تقبل تمطر يعني، بس الأجواء كلش حلوة. طبعا شوفوا حشوفكم الكتب اللي أخذتهم، لأنه مو مال انتظر للبيت صراحة يعني، ويا هاي القعدة الكلش حلوة. بس خلي اشوفكم الكتب اللي اخذتها. بعدين شوفوا مبدئيا اني هذا، الله احباب الله حبايبي، اني هذا صديقتي قالت لي عليه، يعلمك شلون انه ترجعون تعيدون برمجة انه الجهاز العصبي، اي يخليكم تتخلصون شوية من القلق، من التوتر، من كثر توبيخكم من نفسكم، ما يخليكم تتأثرون بأي موقف ممكن يصير وياكم بالعمل، بالحياة الاعتيادية، بالعائلة. أنا حبيته وحسيت إنه ممكن راح أبدي بيه صراحة. بعد شنو أخذت؟ هذول أخذتهم من عصير الكتب، أنا كلش متحمسة لهذول. هذول الروايات أخذتهم من عصير الكتب، نصحني بيهم كلش الولد اللي هناك وأخو واحد ثالث. هذول شوية غموض، يعني غموض قتل وما أعرف منو كذا، يعني أحب الأشياء اللي بيها غموض شوية، تخلي الواحد يشغل عقله وتخلي الواحد شغل الإيماجينيشن مالته أكثر. فأني كلش أحب الأشياء اللي بيها غموض، تستهويني وتجذبني كلش. ونصحني، لأن أنا صار عندي بلوك صار لي يمكن 2 سنين متواصلة مدى يرجع لي وهس القراية. قال لي إذا صار لك فترة عندك بلوك قراءة أخذي هذه الرواية. فأني من إجيت قرأت الملخص مالتها كلش حلو، إنه فتشي متجر صغير يجون يشترون بيه أحلام، يجون الناس النايمة يشترون. حسيت هيك تجيكم في الطاقة كلش حلوة،
من تقرون هيك أبسط شيء هذا اللي موجود. فأني كلش حبيته، وأحس أصلا ممكن أول مرة راح أبدي أقرأ بهذا. وقال لي أكو جزء ثاني، بس قلت أشوف هذا إذا حلو حتى أخذ الجزء الثاني مالته. أكيد انطاني شو يسمونهم، شو اسمهم ذولا، شو اسمهم نسيتهم، فواصل مال كتب. فقدت الذاكرة فجأة. بعد شنو عندي؟ أنا بعدني من خذت صديقتي هم من طاحة عشان ما أشوفكم الكتب مالتها. هذا ترى خطية شفطت هذه مال اشتريت أخذت مال أمازون كلهم. شوفوا هذا الكتاب، طبعا صديقتي مشكورة شكرا جزيلا عرفتنا على جو ديسبنزا. أخذناه ما مترجم صراحة. أنا أوكي إنجليزيتي كله زينة، بس I'm struggling صراحة، فما أعرف إيش وقت راح يكمل هذا الكتاب ويا الترجمة. حيطول شوية، كل شوية راح يطول، بس it's okay يعني. بس يعني أكمل قراءته ونشوف شنو ممكن يصير. وهم هي قالت لي على أنت البلاسيبو اللي هو العلاج الوهمي هم الجو ديسبنزا. يعلمك إنه شلون أنت تتحكم بأفكارك، وأنت اللي تخلي الفكرة اللي تريدها بعقلك، وأنت تصنع الواقع والمستقبل. يعني سمعت له أني هواية المحاضرات أونلاين. الرجال كان عظيم، يعلمكم طريقة المديتيشن الصح اللي تسووها، وشلون أنتوا تصنعون واقعكم بطريقة كلش بسيطة، غير عن جماعة الطاقة وغير عن جماعة أي أحد يطلع بالسوشيال ميديا يعلمكم مديتيشن. جو ديسبنزا غير شكل صراحة. وسووا سيرش عليه على اليوتيوب راح تلقوا له هواية فيديوهات وهواية كلام كلش حلو. باختصار أحد الأشياء اللي كان يقولها، أنت تبدي روتينك، تقعد الصبح تاخذ شاور، تلزم التليفون، تشرب القهوة، الشاور، الريوق، تتوقع شنو راح تسوي وراها. فروتينك هو أنت حافظه، ما طول روتينك ما بي شي جديد، إذا حياتك ما راح يتغير بها شيء. فهذا الكلام اللي دائما كان يكرره بكل المحاضرات مالته، واللي صراحة كلش استوقفني إنه إحنا فعلا ما طول ما مغيرين شيء ما راح يصير شيء جديد. الله ذولا أخذتهم هم من أمازون. وبعد شنو أخذت عندي ذولي الكتب. أني هذا كلش حبيته لأحمد خير العمري. أنا ما قريت له، ما أعرف إذا قريت له أو لا، بس كلش حبيته ويعني جذبني صراحة. دائما يعني فأقولكم إنه القرآن هو خطوة نحو العلاج، فأني كلش حبيته. وأحمد خير العمري يعني غني عن التعريف بكتبه. فهم يعني إن شاء الله نشوف شلون راح يكون الريفيو، بس أنا كلش فرحانة. عندي بعد أكبر كتاب النجاة من وهم العلاج في الطب النفسي. أشهر يمكن طبيب نفسي بالوطن العربي هو دكتور يوسف الحسني. أنا كلش أحبه وكلش أحترمه، أفكاره حلوله غني عن التعريف. فيوسف الحسني أنا قريت له تقريبا كتابين، وبطور أنه أكمل الكتاب الثالث. راح يصحيكم عن كلش هواية أشياء نفسية بداخلكم، يعني حيعلمكم محيطكم شلون ممكن يتصرف وياكم، أو حتى مثلا أفراد عائلتكم. يعلمكم أنه ما تستغلون نفسيا من أي شخص داير مدايركم. الكتاب الثالث مالته أنا صراحة ناسي شنو اسمه. هذا هو أعتقد الكتاب الرابع مالته، بس أنا هم حبيته، ويعني ما كنت أعرف إنه عنده كتاب هذا صراحة. أعتقد هذا الكتاب الثالث مالته قوانين التحرر من الصراع النفسي، هذا اللي أنا دا أقرأ أصلا. فكلهم يبقون إنه أقراهم، وإذا قدرت إنه نسوي ريفيو عن كل واحد بيهم، مثلا نشوف شنو اللي صار. بس أنا كلش متحمسة هذا، كلش متحمسة له. أحس ممكن يرجع لي الشغف للقراءة صراحة. شوفكم هذا الكتاب هم اللي أخذته صديقتي.
المايكل براون اللي هو الحضور. أحد الأشياء هي أخذتها، بس يعني أحاول أخذها من عندها بعدين. بس أحد الأشياء اللي هو كان يقول بيها يعلمكم طريقة التنفس الصح، طريقة التنفس وكم مرة مثلا، طريقة التنفس الصحيحة، خليكم دائما تكونون حاضرين باللحظة. وهي أصلا عملية التنفس أو عملية المديتيشن نفسها هي كلها تخليكم تفصلون أفكاركم عن الواقع الحالي، تخليكم عايشين باللحظة الحالية. فإن شاء الله هي تعطيني الريفيو مالته، يعني انتظر. وأخذتها من بعد كتب جو ديسبنزا. شنو والله بعد، وها هي بس خلصنا كتب، أو لا أعطينا كتبك خلينا نشوفهم معا. هذا أخذتي أنت وهذا نفسه؟ أي، وأخذتها من هذا الكتاب، بس أنا ما أعرف شنو محتواه صراحة. وأخذت هذا كلش حلو، هذا الكتاب أنا قاريته صراحة. وهم إذا تريدون أنصحكم بكتاب اسمه اسأل تعطى، نصحت بي صديقتي بس ما رجعت أخذته. فلسنا. كلش حلو، يعني حتى قوة الآن يخليكم تعيشون باللحظة الحالية. الفكرة إنه إحنا نعيش اللحظة الحالية، لأن اللحظة الحالية اللي راح تفرق ويانا. فهذا همين كلش حلو هذا الكتاب. وهذا شوفت لكم إياه، وهذا ما أعرف يا شافته وأخذته. فبعد إحنا هم نشوف من راح تقرأ، شنو راح تنطينا الريفيو مالتها. انطيت ريفيو علينا، نشوف الريفيو مال آية شنو راح يقول. وأخذت همين نفس الكتاب مالتي مال دكتور يوسف. وشنو والله بعد، وأخذت مال جو ديسبنزا مثلي. وبس والله كملنا ريفيوات الكتب مالتنا. هو هسه مو ريفيو، هو هسه الانبوكسنج مال الكتب، إلى أن أكيد نقراهم رأينا شنو راح يكون عليهم. أنا صارلي فترة كلش طويلة صراحة ما قارية، فعندي بلوك كلش قوي، فلازم كان إنه أرجع أقرأ. فاللي أخذتهم حلوين. الأهم إنه أنا راجعة بكتب أو راجعة بروايات شوية شغل الإيماجينيشن اللي عندي حتى يرجع لي الواهس مال القراءة. فيبقى هسه شنو، إحنا راح نكمل اليوم مالتنا.